السلام عليكم. اليوم صراحه كنصور هذا الفيديو اللي جاوني عليه ماشي ملايير بزاف ديال الاسئله، وماشي صورته باش نجاوب على هذوك الاسئله بالدرجه الاولى، ولكن صورته لانني مؤخرا بدات كتجيني رسائل كثيره من عند بنات اللي هما بغاو يحيدوا الحجاب. اوكي، انا غادي نحاول نشارككم التجربه ديالي ونقول لكم رايي بخصوص الموضوع، حيت بصراحه ما كنبغيش ندخل في هذه الامور. اولا كما كتعرفوا، انا كنت كندير الحجاب، سي فري، كنت كنحط التصاوري في السوشيال ميديا بالحجاب. اللي خصني نقول لكم هو انا كنت كندير الحجاب ملي تقريبا عندي 8 سنين. كيفاش بدات القصه هو اني كنت كنقول لماما، الا جيت هنا بحال شي دري، كنقول ماما ماما عافاك، بغيت نلبس بحالك، بغيت نلبس بحالك، بغيت ندير بحالك، حتى انا تلبسي لي الفولار. بيان سور اي غتشوف بنتها صغيره كتعلق بهاد الحوايج غادي يعجبها الحال. فماما عجبها الحال، من طبيعه الحال لبست لي الحجاب. بابا كان ضد لدرجه يوميا كان كيعبر على الرفض ديالو، وخوتي كذلك. المهم في داك الاول عجبني، فكنت كنحس اني كنبان بحال ماما. ملي كبرت شويه وصلت نظن ديك 13 عام ولا، قلت لها ماما انا ما بقيتش بغيت نلبس الحجاب. بصراحه ماما ما قالت لي والو، قالت لي علاش كيجيك زوين، وبحال اللي حسيت بالحزن ديالها، بحال اللي هي ما رحبتش بالفكره. في نفس الوقت قالت لي زعما انا ما غاديش نبزز عليك. مي انا شخصيا حسيت بحال اللي انا غنجرح ماما، وانا واحد الانسان اللي عندي ماما خط احمر. فكنت كنحس بحال اللي الا بقيت انا هكاك فهذاك غادي واحد الحاجه اللي اوما كتفرح ماما. صافي قلت اوكي غادي نبقى كنلبسو، مع انني باش نتفقوا كنلبس الحجاب كنلبسو غير في المدرسه ولا ملي كنخرج مثلا غالبا زنقه ولا هذه، ما كنكونش دايره حجاب، كنمشي مع خوتي لا بيسين. عادي كنلبسو كنحيدو عندي بحال واحد اونيفورم. ملي جيت لالمانيا حيدت الحجاب، ما بقيتش كنلبس الحجاب، فكنت كنمشي للمدرسات، انا كندير كرينات، كنلبس ليبا، كنلبس كسيوه في البدايات. تما تزامن هذيك الوقيته مع رحله البحث ديالي اللي انا بديت شخصيا، لا فيما يتعلق بالدين ولا بالحقيقه اللي كنامن بها ولا بالمعتقد ديالي. وفي نفس الوقت كانت عندي واحد صاحبتي اللي كانت هي صراحه متدينه بزاف، فما غاديش نكذب غنقول اوكي كان يمكن واحد شويه التاثير من عندها باش انا رجعت نلبسو. وكان حتى في تزامن مع طريق مع كما قلت لكم البحث اللي كنت انا بديت في الدين، وبديت كنجرب بزاف الطرق، وبديت كنحاول نعيش كل حاجه انا اقتنعت بها في ديك اللحظه ولا فكرت فيها او لا شفتها صحيحه. باش نتفقوا حتى في داك الوقت فاش كنت في المانيا كنت ديما كنخدم بلا حجاب، دونك يعني كنلبس الحجاب من الاثنين للخميس ومن الجمعه والسبت والحد ما كنكونش لابسه حجاب. ف باش نتفقوا لانه الناس داكشي اللي كتشوف ماشي هو الحياه ديالك اليوميه. بون واحد الوقيته من بعد الحمد لله ما استقرت القناعات ديالي ويعني لقيت الحوايج اللي انا مرتاحه فيهم مع الله تعالى ومامنه بهم وكنشوفهم صحاح، ومن الحمد لله من كنحط راسي على المخده كنكون مرتاحه ومستعده في اي لحظه نتلاقى الله سبحانه وتعالى. فخديت واحد القرار اللي انا عجبني، اوكي غادي نحيد الحجاب. ما جاش هذا القرار، ما حسيتش راسي انني فكرت فيه بزاف، حيت هو بصح واحد الفتره مؤخرا كنهضر على يمكن عامين الاخرى كنت التزمت واحد الوقت معين، التزمت بشي حوايج، ولكن من بعد يعني كما كتعرفوا المبادئ ديالنا راه كتغير، المعتقدات يعني ديالنا كتغير، الانسان ما حدو كيكبر كيعرف كيشوف القناعات ديالو كتغير. فبصح مع الوقت بديت كنشوف اني وصلت للقرار ديال اوكي انا مرتاحه هكا، وغادي يعني ما نبقاش نلبس الحجاب، واخا انا صراحه كنت فعلا نطلق عليه هذا المصطلح، ولكن على اي هذا الشيء الشائع. صافي قلت لا غادي نحيد هادشي، غادي نعيش كيف ما انا كنكون مرتاحه اليز. فحيدت الحجاب، ما عرفتش، ما قررتش، ما سولتش، ما صافي خرجت فقط، خرجت كما انا عجبني الحال. مساله اخرى ديال واش حيدتي على الخدمه ولا لا، انا بالعكس في السطاج ديالي واصعب حاجه ممكن، ماشي من اصعب الحوايج اللي ممكن تلقاه هنا، السطاج ديالي كله ماشي ساهل، مي بالعكس في السطاج ديالي وكنت مصره انني ندير السطاج بالحجاب، وفعلا درت السطاج بالحجاب. وواحد الوقت كنت خرجت من واحد الخدمه وقلبت على خدمه اخرى باش نخدم بالحجاب،
فهاد الشيء ما عنده حتى علاقه بالخدمه، ما عنده حتى علاقه بالقرايه، ما عنده حتى علاقه بشي تاثير خارجي. هذه قناعتي انا الشخصيه اللي وصلت ليها وشفتها صحيحه. بطبيعه الحال انا جدا حريصه انني ما نشاركش قناعاتي مع الناس هكا. علاش؟ لانه شوفوا الناس اللي كتفرج، النضج الفكري ولا الثقافي ولا العلمي ولا الديني راه ماشي فحال فحال. ما نقدرش نقول انا واحد الكلمه ونأثر على واحد الانسان ونخربق ليه راسو، لا. انا بالعكس مع انه كل انسان يبحث ويلقى الحوايج اللي هو مقتنع بهم، ويكون يكون واثق من راسو، ويكون عارف انه هذيك واحد الحاجه كتخصك فقط انت بوحدك، وهي علاقتك بينك وبين الله. حتى شي انسان على وجه البساطه ما عنده الحق يتدخل فيها. انا ملي كيجي كيسولني شي حد كنقول له واش انت من كتشوف الله سبحانه وتعالى بينك وبين نفسك وكدير معاه واحد الحوار واحد الخلوه، واش كتشوفو راضي عليك ولا لا؟ حتى انسان ما يقدر ياخذ بلاصتك هذا القرار، حتى انسان ما غيقول لك حيدو ولا ردو. باش ما نطولوش، البنات اللي كيكتبوا ليا بغاو يحيدوا الحجاب، انا ما عمري ما غادي نقول لك حيدي الحجاب ولا خلي الحجاب. انا غادي نقول لك واحد الحاجه، ديري انت الحاجه اللي مرتاحه فيها. هاد الحياه كنعيشوها مره واحده، وملي غنمشيو عند الله سبحانه وتعالى هو اللي غيحاسبك. واش انت ملي كتشوف نفسك كيفاش عايش، واش كتحس انه ربي راضي عليك ولا لا؟ هذه واحد المساله ديال الاحساس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لك استفتي قلبك ولو افتاك الناس وافتوك، الا وعارف ان الضمائر ديالنا والقلوب ديالنا في علاقتنا مع الله راه ماشي بحال بحال. راه ما يمكنش كما انا كنشوف الله وكنحس به حتى انت خصك تكون نسخه ديالي. كل انسان حر في علاقته مع الله، في نواياه، في الظن ديالو مع الله سبحانه وتعالى. فانا هنا اللي غنقول للانسان ماشي مشكل تقدر كاع تحيد ومن بعد ترجع، تقدر تكون تخربقتي تلفتي انك تقلب على واحد الطريق، عادي جدا. من حقك تدوز من هذه المراحل في الحياه، من حقك تكون فكره وتكون مبدا وتكون قناعه وتخطا وتنوض. هادشي كامل من حقك وطبيعي جدا تمر به. اللي غنقول لك هو الناس غادي يهضروا في جميع الاحوال، غادي ينتقدوك غادي شنو كيقول لك، غادي تعجبوا. وانا ديما كنقول الانسان ما يتعجبش، لانه شوفوا الدنيا ما عمرك كتعرف شنو ممكن تجيب لك. فهنا غادي نقول لهاد الناس انه راه ملي غتحيد الحجاب راه طبيعي جدا غتلقى انتقادات. مجتمعاتنا للاسف هكا دايره. انا فاش حيدت الحجاب شي ناس عمرهم ما سولوا فيا، ماشي كيكتبوا ليا، ماشي حتى كيسولوني بالادب، لا كيبداو حشومه شنو هاد الفعل اللي درتي، شنو هاد التبرج، شنو هاد الشيء حشومه. انا ما عمري نفسي تعطيني ندخل في واحد الانسان شحال ما يكون قريب ليا. ما نقدرش نشوف واحد الانسان خدا قرار اللي هو شخصي ديالو ونجي انا وندخل فيه. انا حاجه اللي نقدر نهضر فيها هي الانسان يطلب رايي، من غيرها كنسد فمي. بالنسبه للناس اللي كيقول لك مشكل مع والديهم ولا، انا شوفوا انا صراحه ضد. ما كنفهمش هاد الوالدين اللي كيبقاو يفرضوا على ولادهم شي حوايج. للاسف هادشي كاين في مجتمعاتنا. اللي خصك تعرف الله سبحانه وتعالى ما فرضش علينا شي حاجه بالاجبار، حتى حاجه ما انت ملزم ما مجبر عليها في هاد الحياه. لا اكراه في الدين. الله تعالى ما عنده ما يدير بهذيك العباده اللي انت اصلا غديرها فوق قلبك، وهو ماشي بحاجه ليها، لانه العبادات من اجلنا حنا ماشي من اجل الله سبحانه وتعالى. داكشي في صالحنا حنا. هو لا يزيد ولا ينقص في ملكه شيء. او لا تفكر لا دابا راه غنحيد الحجاب ربي ما غيسهلش عليا. كون كان ربي كيدير معنا هذا الشيء راه الكفار ما يذوقوش جغمه ديال الماء في هذه الحياه. الله تعالى الحمد لله ربنا رحيم، ما كيعاملناش بحسنه سيئه. بالنسبه للمساله ديال الوالدين، الانسان يحاول يهضر معاهم، يحاول يقنعهم. ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه كنشوف انه صافي الانسان ملي كيشوف راسو ما مرتاحش واحد الحاجه او لا ما مقتنعش بها او لا كيديرها هو تحت واحد الضغط، حيدها. الناس او لا حتى والديك راه يقدروا يقاطعوك ويغضبوا منك كل واحد المده ومن بعد غيرجع كلشي. المهم هو الاحسان. الوالدين ديما غتبقى علاقتك معاهم مزيانه وديما غتبر بهم شنو ما كان يكون. ولكن لا الناس لا العائله لا المجتمع لا كل شيء غيدوز واحد الوقت وغيتقبلوا بزز عليهم غادي يقبلوا. ولكن خصك تكون واجد لذاك الشوك ديال الاول وداك الهضره وداك المعاني وداك كل شيء كامل. لانه انا في الاول فاش حطيت اول مره تصورتي بلا الحجاب، مع اني كنت قبل ما نحط تصاوري نجيب واحد المخده نجلس عليها، كنت قبل ما نحط تصاوري في الانستغرام بلا الحجاب انا كنت كنخرج بلا الحجاب شحال من مره، وكنت شحال من مره سنين كنخدم بلا حجاب مع اني عمري ما حطيت تصاوري بلاش.
ولكن الناس فاش شفت التصويره كميه السبان وكميه النقد وكميه الكلام الفاحش، كنقول واش عباد الله هذا الانسان كيتكلم لي على ديانه وكيسبني الحاجه اللي لها علاقه بالدين. فاللي بغيت نقول من هذا البلا بلا كامل انه الا خديتي واحد القرار، وكما كنقول ديما لاي بنت سولاتني كنقول لها صلي واحد جوج ركعات استخاره، يا ربي واش انت راضي على هذه الخطوه اللي غندير، في حاله كاع تلفتي وما بقيتي عرفتي فين تمشي، وقريتي بزاف العلماء وقريتي بزاف الوجهات النظر وما قدرتيش تاخذ طريق وما قدرتيش تاخذ قرار. انا كنعرف انه في القانون ديال الله سبحانه وتعالى اي انسان كيقلب على الله كيلقاه، واي انسان كيقلب على الحقيقه كيلقاها. انا بهذا الشيء ما كنقولكش شنو انا درت في حياتي صحيح ولا واش قراري صحيح. انا اللي غنقولك هو ان الحمد لله انا كنحس براسي مرتاحه، وما كنظنش انا مجبره نبرر هذا الشيء لشي واحد وكذا. ولكن الناس اللي حايره في هذا القرار فالله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يرشدك. وديما دير الحاجه اللي انت مرتاح فيها، لانه حتى شي حاجه ما كتجيب الاجبار، وحتى شي حاجه ما كتجيب بزز علينا في هذه الحياه. كنتمنى نكون قلت كاع داكشي اللي بغيت نقول، واخا شي مرات غير كنشعل الكاميرا وكنسى. المهم هذا ما كان. وكما قلت لكم انا ما عمري ما غادي ندير على القناعات ديالي، وما عمري غنقول لكم علاش خديت هذا القرار، وما عمري غنقول لكم الادله، وما عمري ما غنقول لكم علاش انا ما كنامنش بهذه الحاجه راها فرض ولا ماشي فرض. انا ما بغيتش نكون واحد الانسان اللي غادي نقدر نزعزع لشي ناس لشي قناعات ولا. انا كنبغي الانسان منه لراسو هو يبحث وهو يقتنع وهو يشوف، ما يتاثرش بيا. كما كيبقى هذا قراري، نقدر واحد النهار نبدل القناعات ديالي، نقدر واحد النهار المبدا ديالي يتبدل، نقدر واحد النهار نخرج لابسه النقاب. من الانسان ما يعرفش، الله اعلم الا بقيت في الحياه. ماشي كنقول لك هذه نهايه الدنيا، ماشي الا حيدتي الحجاب في واحد الفتره اللي كنتي افكارك متضاربه راه غلط. علاقتك بينك وبين الله خدم عليها بينك وبين الله. لا يهم كيفاش الناس كيشوفوها ولا كيفاش الناس كيقيموها، لان كنظن كل انسان خصو يتشغل براسو، لانه خصنا حنا في واحد فريمون في واحد العالم ديال عباد الله كل واحد يديها شويه في راسو. هذا هو المشكل اللي عندنا. هذيك راه مخليه ولادها ومخليه دارها وما عرفت شنو من راجلها، وجايه مقابله انا كتسب فيا على تصاوري ولا. المهم ما بغيتش نطول في هذا الموضوع، راكم عارفين اللي كاين. فكنظن الى كل انسان تشغل باش يلقى المبادئ ديالو ويلقى القناعات ديالو ويلقى شحال من حاجه، ما غيساليش ينتقد الاخر. وغنقول لكم ما عمركم تضحكوا على شي انسان، ما عمركم تستهزئوا به، ما عمركم كما كنقولوا تشفاو بشي انسان، لانه الحياه راه كدور. راه ما عمرك تعرف الله تعالى في اش من امتحان غيحطك، في اش من سيتوياسيون غيحطك. فالانسان ديما شفتي واحد الحاجه كتعلق بالشخص ما اداش بها المجتمع، حريه شخصيه شغلو هذاك. حيد الحجاب، يخرج عريان، يخرج كاع ما لابس، شنو اداك انت؟ ما بغيتيش تشوف فيه سد عينيك، بغيتي تتفرج فيه في التلفازه في الانترنت، حيدو هو كاع بلوكي، كاع ما عمره يعاود يطلع عندك. و take it easy. وكنتمنى لاي انسان كيقلب على واحد الحاجه في الحياه يلقاها. وكما قلت لكم اي انسان كيقلب على الله تعالى كيلقاه، واي انسان كيقلب على الطريق ديالو غادي يلقاها، سواء طوال الزمان او قصار غادي يلقى الحقيقه، وغادي يحس بالراحه وغادي يحس بالطمانينه. وديما كنقول لكم فاش تاخذ واحد القرار كما كان، تخيل انه في ديك اللحظه في ديك الثانيه حياتك غتنتهي وغادي تقابل الله تعالى. تما غادي تحكم على راسك واش انا مقتنع فعلا بهذا الشيء اللي كندير، واش انا واثق من راسي ولا واش انا غير مأثر بشي تيار. فان شاء الله كنتمنى لكم الخير، وكنتمنى هذا الفيديو يكون وضح شي حوايج.